السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات حنان لطفاوي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم باذن الله حبيت نشارك معكم العشيوه ديالنا اللي هي المعكرونه او لي بات بالصلصه البيضاء والفرماج الاحمر اللي كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. لما لا، وما تنسونيش من الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وسمحوا لي على الصوت ديالي، راه شويه مريضه، الله يشافيني يا ربي يشافيكم من هذا البرد اللي جانا في هذه الفتره. وبلا ما نطول عليكم غندوز باش نعطيكم الطريقه ديال التحضير ديال هذه المعكرونه اللي كتجي اكثر من رائعه وكتجي لذيذه بزاف. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا واحد المقله على النار اللي كتكون مهيله بزاف. غنضيف هنايا 3 المعالق كبار هكاك البنات ديال زيت الزيتون. يمكن لكم تضيفوا الزبده مع زيت الزيتون، انا ما كنبغيش نديرها على حسب الوالد ديالي. وهنا كنضيف واحد 2 فصوص ديال الثوم او بودره الثوم اللي عندكم من الاحسن. وغادي نحرك هكاك البنات واحد شويه هكا ماشي بزاف. وغادي نضيف هنايا واحد الملعقه كبيره من ملعقه ديال النشا او الدقيق اللي عندكم نتوما يمكن لكم تستعملوا. كنبقى نخلط هكا البنات حتى كتذوب ليا ديك النشا مع ديك الزيت وهذيك الثومه. هنايا غادي نضيف كيف راكم غتشوفوا معايا واحد الكاس ديال الحليب. غنضيف شويه بشويه وانا كنحرك البنات. هاد الصلصه البيضاء كتجي بنات غزاله، ما نقولش لكم انا راه معتمده عندي يعني من قديم الزمان، يعني كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. هنايا غنضيف شويه ديال الملحه، ما نكثرش البنات، وشويه ديال الابزار. يعني الصلصه ديالنا كنحتاجو فيها التوابل الملحه والصلصه فقط البنات. وغادي نحرك كيف راكم تشوفوا معايا جميع المكونات. وهنايا غنضيف شويه ديال الزعتر، غادي نحكو بالكف ديال اليد ديالي حتى هو كيجي زوين ما نقولش لكم. وهنايا غنضيف واحد الكاس ديال الياغوت الطبيعي. عندكم البنات الكريمه ديال الطبخ يمكن لكم تضيفوا واحد الكاس، انا ما عنديش، اكتفيت هنايا غير بالياغوت الطبيعي. وغادي نضيف 2 من الجبن المثلث اللي عندكم نتوما المثلث ولا مربع راه كتقدروا به. وعندي هنايا شويه ديال القزبور المعدنوس وكنخلط جميع المكونات. وغادي نضيف عليهم الفرماج الاحمر، انا هنا شريت 10 دراهم ديال الفرماج الاحمر. حكيتو البنات وغنضيفوه هنايا وغنخليه غير واحد شويه للتزيين. كيجي غزال ما نقولش لكم البنات، كيجي رائع في لي بات ديالنا او المعكرونه. وهنايا البنات انا راه ديجا سلقت المعكرونه ديالي او لي بات في ماء غليان، ودرت شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت الزيتون. ومن بعد خليتها كتسقطر. هنايا راه درت غير واحد الكميه قليله، غنبقى نخلط. انا راه درت 500 غرام نصف كيلو ديال من هاد المعكرونه. ومن بعد كنبقى نخلط جميع المكونات كيف راكم تشوفوا معايا. وهنايا من بعد ما وجدت ليا ما نقولش لكم كتجي لذيذه بزاف. غادي نحطها في الطبق ديال التقديم، كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. لما لا، وما تنسونيش من الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس. هنايا البنات بالنسبه للمعكرونه ما قلتهاش لكم في الاول، يمكن لكم تضيفوا ليها الزر ديال الدجاج او القيمرون او اللي عندكم نتوما، يمكن لكم تضيفوا ليها. انا هنا اكتفيت غير بالمعكرونه فقط البنات، ما باش ندير فيها حتى حاجه. كتجي غزاله هكا والله العظيم، غير جربوها. وهنايا انا غنزينها بشويه ديال الفرماج اللي قلت لكم غنخليه للتزيين، وغادي نزينها بشويه ديال القزبر المعدنوس. وبصحتكم وراحتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.